هلا بنات، كيفكم؟ أنا نازنين، خبيرة مكياج. قاعدة أتعلم عربي عشانكم، فإذا غلطوا بكلمة اكتبوا لي صح بالتعليقات. اليوم بنراجع مع بعض كم غلطة شائعة. تخلي المكياج ما يثبت بالجو الرطب، وتخليل بشرة تطلع كيكي وثقيلة، وبالنهاية بعد 10 ساعات بريكم كيف صار مكياج على الوجه. يلا نبدأ. لازم قبل المكياج تستخدمون مرطب أو برايمر. استخدموا فاونديشن مائي وخفيف مو ثقيل. على نص وجهي بحط فاونديشن خفيف ونص الثاني بحط فاونديشن فول كفرت وثقيل. الجو الرطب استخدم كونسيلر خفيف لتغطية المتوسطة. الكونسيلر الثقيل يبين خطوط تحت العين أكثر ويخلي العيون تبان تعبانة. على جهة من وجهي بحط كونسيلر خفيف والجهة الثانية بحط كونسيلر ثقيل. بالجو الرطب لا تستخدمون كونتور كريمي أو دهني، كونتور بودرة، وكلما كان المكياج أخف على البشرة كلما كان أحسن. للتثبيت استخدموا بودرة فيكس شفافة وحطوا كمية قليلة بس، لا تخلونها تطول على بشرة. على طول شيلوا الزيادة بالفرشة. هالجهة من وجهي بحط عليها بودرة فيكس أكثر وبخليها 30 ثانية قبل ما أشيل زيادة عشان تشوفوا نتيجة بالنهاية. أنا بستخدم بلد بودرة وبصراحة أشوفها أفضل خيار بحل جو الرطب. بالنسبة للبلاشر لا تغطونه على قدام الخد ولا تكسرونه من حطوا كمية خفيفة، وابدأوا من جهة الأذن فاسحبوه شوي للداخل. عشان تدمجون البلاشر لا تستخدمون يدكم أبدا، بس خذوا فرشة عليها شوي بودر مضغوطة ومرروها بخفة عشان يطلع البلاشر ناعم ومرطب. لا تركبون الرموش كاملة، تثقل العين، وبالجو الرطب ممكن الأطراف التفكي. خلوا حواجب طبيعية، القلم القامل مو حلو، أنا أفضل جلد حواجب. لا ترسمون خط غامق بر الشفايف ولا تكسرون الروج. اختاروا قلما قريب من لون الروج وحطوه بالطبطبة. بشرتي دهنية وأتعرق بسرعة مرة 10 ساعة على مكياج.
وحاولت أقعد برا تقريبا 3 ساعات بالحرية ورطوبة.